في مدينة الموصل بدأت تجربة الفنان سبهان الغبشة كرؤية فنية وبحث مبكر عن هوية بصرية مستقلة تشكلت من وعي عميق بأهمية الحرية في العمل الفني وبمسؤولية التعبير تجاه الإنسان والمكان. ولد سبهان سعيد وهب الغبشة في الموصل، وتخرج في معهد الفنون الجميلة عام 1990، حيث بدأت ملامح تجربته الفنية تتبلور، جامعاً بين الدراسة الأكاديمية والحس الإبداعي الحر. تميز الغبشة بأسلوب فني يكاد ينفرد به، جعل لغته الخاصة بالتعبير، حيث تتداخل الفكرة مع اللون، ويتحول الشكل إلى خطاب بصري متماسك يعكس شخصيته الفنية بصدق ووضوح. وكانت البيئة الموصلية المصدر الأعمق لإلهامه، فحضرت تفاصيل المدينة الشعبية بقوة في أعماله، لتتحول الشبابيك وبيوت الموصل القديمة إلى مفردات تشكيلية نابضة بالذاكرة والحنين، تستعيد المكان بوصفة ذاكرة حية لا تنفصل عن الإنسان. ومن جانب آخر، كان الفنان مسكوناً بحب فن البورتريه الذي أبدع فيه، خاصة باستخدام ألوان الباستيل مانحاً الوجوه بعداً إنسانياً يتجاوز الملامح إلى الإحساس ويكشف عن العمق النفسي للشخصية المرسومة. أقام الفنان عدداً من المعارض الشخصية، وشارك في العديد من المعارض المشتركة، محققاً حضوراً لافتاً في المشهد التشكيلي، وحاصلاً على جوائز وأوسمة ودروع وشهادات تقديرية. إلى جانب تجربته الفنية، عمل سبهان الغبشة تدريسياً في معهد الفنون الجميلة بالموصل، وأسهم في نقل خبرته ومعرفته إلى الأجيال الجديدة. ولم تتوقف تجربته عند حدود اللوحة، بل امتدت إلى التصوير الفوتوغرافي، حيث أبدع فيه وحقق إنجازاً دولياً بحصوله على جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم الدولية. وهو عضو فاعل في نقابة الفنانين العراقيين وجمعية الفنانين العراقيين والجمعية العراقية للتصوير واتحاد الصحفيين العراقيين فرع نينوى. هكذا تتجلى تجربة الفنان سبهان الغبشة، تجربة تنتمي إلى الموصل بقدر ما تنتمي إلى الفن، وتختزل العلاقة العميقة بين المكان والذاكرة وبين الإنسان واللوحة.